في هذا النقل المباشر لمجريات الدورة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية، وستجمع بعد لحظات بين فريقي حسنية أكادير والجيش الملكي. مباراة قوية، مباراة يمكن اعتبارها أحد أقوى مباريات الجولة الثانية. طبعا الفريق المضيف فريق حسنية أكادير، والذي تعثر في أولى جولات البطولة الاحترافية، تعثر بمدينة فاس بعد انهزامه أمام المغرب الفاسي ب2-0، فيما فريق الجيش الملكي اكتفى بالتعادل بميدانه أمام فريق شباب الريف الحسيمي بدون أهداف. انطلقت المباراة بأرجل لاعبي فريق الجيش الملكي. نبدأ مباشرة بإعطاء تشكيلة الفريقين. نبدأ بفريق حسنية أكادير. في حراسة المرمى فهد الأحمدي. باقي اللاعبين: عز الدين حسة، زكريا الهلالي، محمد علوي اسماعيلي، محمد بركات، جمال العبيدي، عبد المنعم الحجاوي، يوسف شفيق، ليك نانزي رومريك لاعب المنتخب منتخب افريقيا الوسطى، ثم صار عثمان اللاعب السنغالي، وجمال الزاهري. في كرسي الاحتياط: عبد العالي شجيع، كريم أيد درهم، رضا الوطاسي، عبد الحميد بوخري، سمير حجي، فؤاد العطاريه، ثم نوح دوكير. بالنسبه لفريق الجيش الملكي يدخل بالتشكيله التاليه: في حراسه المرمى عبد الحكيم ايت بولمان، باقي اللاعبين: مراد فلاح، عبد الصمد شاهري. نتابع محاوله فريق الجيش الملكي في الجهه اليمنى، والكره تخرج الى ضربه مرمى. نتابع تشكيله فريق الجيش الملكي: عبد الصمد الشاهري، ابراهيم نقاش، امين الكاس، محمد جواد، عمر بن دريس، عبد الله الهواء، عبد النبي الحراري، عزيز جنيد، ياسين الكردي. في كرسي الاحتياط: هشام بوعمري، نور الدين القرش، حمزه حمودي كحارس ثاني، حسن الاس، لطفي اوبيلا، جمال ايت المعلم، ثم محمد حمدان. الكره لصالح فريق الجيش الملكي. مباراة قلت قوية بين الفريقين معا يسعيان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وبالتالي الانطلاق مجددا برصيد من 3 نقاط من هذه المباراة. قلت مباراة يحضرها جمهور متوسط، لكن جمهور حماسي، وأيضا بضع عشرات من مشجعي فريق الجيش الملكي، ويملؤون الجهة اليمنى من مدرجات ملعب انبعاث هنا بمدينة أكادير. نتابع محاولة لفريق حسن أكادير، تعود للجيش الملكي مرة أخرى لحسن أكادير. الكرة في الجهة اليمنى، تمرير لوسط الميدان، واللاعب محمد بركات يحصل على ضربة خطأ لفريق الجيش الملكي. تنفذ بسرعة في الجهة اليمنى: ياسين الكردي، عبد النبي الحراري يغير تماما الجهة اليمنى لمراد فلاح. حكم يترك امتياز للاعبي فريق حسن أكادير. مشروع هجمة لفريق حسنية، وتدخل لمدافعي فريق الجيش الملكي. فريقان معا يخوضان هذه المباراة بحذر كبير، لكن بنفس وبحس هجومي في اللحظة التي تكون الكرة بين أرجل الفريق. كرة في الجهة اليسرى لصالح أكادير. صعوبة كبيرة في تجاوز وسط الميدان. هجمة مرتدة لفريق الجيش الملكي. تدخل الدفاع مرة أخرى. جمال العبيدي في الجهة اليمنى، يمرر عميقة في اتجاه صار عثمان، في صراع مع ابراهيم نقاش. صراع كما قلت كبير بين اللاعبين في هذه المواجهة. عبد الصمد الشاهري يمرر، عزيز جنيد، كرة جميلة في الجسر لصالح الجيش الملكي، يمرر، يتدخل دفاع.
محاولة خطيرة لفريق الجيش الملكي، محاولة خطيرة فريق الجيش الملكي في الدقائق الأولى من هذه الجولة الأولى لمباراته مع فريق حسنية أكادير هنا بملعب الانبعاث. هجمة أخرى في الجهة اليسرى، عبد النبي الحراري أو اللاعب عزيز جنيد، كرة تضيع لصالح فريق حسنية أكادير. صعوبة كبيرة كما قلت في تجاوز وسط الميدان. المدربين معا، مدرب الجيش الملكي مصطفى مديح ومدرب حسنية أكادير الفرنسي إيبير فيلو يدركان جيدا أن مفتاح الانطلاقة بشكل قوي في البطولة الاحترافية ينطلق من هنا من ملعب الانبعاث بأكادير. كرة في وسط الميدان لصالح لاعبي فريق الجيش الملكي، تقطع لصالح حسنية أكادير. صراع كبير في وسط الميدان، لا شيء يقول الحكم أمين الكاسي محمد فلاح مراد فلاح، ويحصل على ضربة خطأ في حين أحد لاعبي فريق الجيش الملكي سقط على الأرض. وتدخل حكم المباراة عمر الحلو الذي يقود هذه المباراة بمساعدة عبد العزيز المحراجي وعبد الفتاح وعبد القادر فويتح، حكام من عصبة مكناس فلالت، ثم الحكم الرابع عبد الكبير بولحجار من عصبة الجنوب. هنا إعادة للمحاولة الخطيرة لفريق الجيش الملكي، ضيع على إثرها محاولة التقدم في المباراة. صمد الشاهري يلعب ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي. إبراهيم النقاش ممرر جهة اليسرى عميقة، محاولة أخرى فريق الجيش الملكي. محمد جواد يرمي بالكرة دون اتجاه، وضربة تماس لصالح فريق حسنية أكادير. في التمرير جمال العبيدي، كرة في وسط الميدان، محاولة أخرى لفريق حسنية أكادير، يتمكن من المراوغة، يمرر وتدخل الدفاع. الكرة ستلعب أو تلعب بالفعل في وسط الميدان بشكل كبير في انتظار تحرك الأجنحة. تمريرة في العمق لصالح فريق حسنية أكادير، خطيرة، وتدخل الدفاع عن طريق اللاعب عبد الصمد الشهيري. تماس آخر لصاحب تخصص لحد الساعة في ضربات التماس لصالح فريق حسنية أكادير. تمريرة بدون اتجاه لصالح لاعبي الجيش الملكي، محاولة مرتد هجومي في الجهة اليمنى، ما زالت الكرة لصالح الجيش الملكي. ورد فلاح، والكرة تقطع والحكم يعلن عن ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي. قلت جماهير متحمسة هنا بملعب الانبعاث بأكادير من الطرفين. جمهور فريق الجيش الملكي حضر بأعداد هامة هنا ملعب الانبعاث، وحماس أكبر وجماهير أكبر من جانب فريق حسنية أكادير. فريق الجيش الملكي وبعد خروجه من منافسات كأس العرش بنظامه في دور السدس أمام الفتح يسعى بكل قوة بالذهاب بعيدا في مشوار البطولة الوطنية الاحترافية. بندريس في الجهة اليمنى، تقطع الكرة، ضربة تماس لصالح فريق الجيش الملكي. فريق حسنية أكادير ما زال ينافس في منافسات كأس العرش، تمكن من التفوق في الدور الثمن. على حساب شباب قصب التدلة، وبالتالي ما زال يلعب على كامل حظوظه
في منافسه كاس. محمد جواد في الجهه اليمنى يمرر لمن؟ ما زالت الكره لصالح فريق الجيش الملكي. تمريره وتدخل الدفاع، تشتيت الكره في وسط الميدان، مرتد هجومي لفريق حسن أكادير. تقطع الكره، صراع قلت كبير جدا. عثمان صار في الجهه اليسرى او يمرر في الجهه اليمنى. قلت صراع كبير بين اللاعبين. مفتاح المباراة يكمن في التحكم في وسط الميدان، مما أعطى هذا الزخم الكبير من اللاعبين في أرضية الملعب، وأيضا قوة كبيرة للسيطرة على وسط الميدان. نتابع ضربة خطأ لصالح فريق حتى أكادير، تنفذ من طرف جمال العبيدي. عالية الكرة في معترك العمليات، تدخل الدفاع العسكري. كرة ما زالت خطيرة، والحكم يعلن عن ضربة خطأ أخرى لصالح فريق حسن أكادير، هذه المرة في مكان مناسب لتهديد مرمى الحارس عبد الحكيم أيت بولمان. كرة خطيرة إذا ما استغلت أحسن استغلال مثل هذه الكرات. الأكيد أن المدربين يعتمدون بشكل كبير في تدريباتهم على ضربة الخطأ وكيفية استغلالها. نتابع المحاولة. نفذ الكرة مباشرة، محاولة تسديدة قوية، تسديدة قوية جدا فوق مرمى الحارس عبد الحكيم أيت بولمان، والتسديدة كانت من العميد عز الدين حسان. مباراة قوية جدا لحد الساعة، ربع ساعة انطلاقة الجولة الأولى من المباراة، وشاهدنا محاولتين خطيرتين، واحدة لكل فريق، والصراع ما زال على أشده بين اللاعبين. الكرة في الجهة اليمنى وتماس لصالح جبل عبيدي من حسن أكادير. يمرر محمد علوي إسماعيلي، كرة تضيع مرة أخرى للشرق. كرة تتحول إلى حملة مرتدة لفريق الملكي. إبراهيم نقاش ماذا سيفعل؟ يراوغ محمد جواد، ينادى الكرة لكن تضيع، وتسلل للمهاجم السنغالي صار عثمان مهاجم فريق حتى أكادير. عبد الحكيم أيت بولمان، عبد الصمد الشهيري، طويل الكرة في اتجاه دفاع حسن أكادير. جمال العبيدي يمرر، حملة مرتدة من الجهة اليمنى لفريق حسن أكادير. تحول الكرة إلى معترك الجيش الملكي، تدخل الدفاع في مناسبتين، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لصالح دفاع الجيش الملكي. لحد الساعة مباراة قوية بين الفريقين، جمهور متحمس، أرضية يمكن اعتبارها متوسطة الجودة أو أكثر بقليل، ومباراة ليلية. الأكيد أن كل الأجواء توحي بمباراة قوية، وننتظر الأهداف. كرة في وسط الميدان لصالح حسن أكادير، حملة مرتدة في الجهة اليسرى، صعوبة كبيرة، والحل هو رفع الكرات إلى المعترك. تدخل دفاع فريق الجيش الملكي، الكرة ما زالت لصالح الجيش الملكي، تدخل مرة أخرى لدفاع الحسنية، مراد فلاح، عبد الصمد الشهيري،
تسلل يقول الحكم. كانت محاولة لصالح فريق الجيش الملكي. الإطار الوطني مصطفى مديح في مهمة صعبة لتكوين فريق قوي، فريق غير جلده بنسبة كبيرة. أزيد أو 19 لاعب تم جلبهم للفريق. محاولة فريق الجيش الملكي، ضربة خطأ لصالح عزيز جنيد. عزيز جنيد، عبد الله الهوا ومحمد جواد، ثلاثي هجوم فريق الجيش الملكي في مهمة صحبة أو رفقة زملائهم لإعادة التوهج لفريق العسكري الذي يجر وراءه سنوات من التألق، سنوات من الألقاب والإنجازات. فريق الجيش الملكي أحد أعمدة الكرة الوطنية وكرة القدم المغربية. تلعب الكرة الجهة اليمنى، ابراهيم نقاش وتدخل الحارس فهد الأحمدي. قلت فريق الجيش الملكي ب 12 لقبا البطولة، 11 لقبا لكأس العرش، وأول فريق مغربي يفوز بعصبة الأبطال الإفريقية بنجومه المعروفين آنذاك. توج أيضا بكأس الاتحاد الإفريقي عام 2005. نتابع محاولة فريق الجيش الملكي. محمد جواد في الجهة اليمنى، عبد الله الهوا ماذا سيفعل؟ يمرر، وأول زاوية لفريق الجيش الملكي. تحدثنا عن فريق الجيش الملكي الذي كان من الأندية المغربية القليلة تأسست مباشرة بعد الاستقلال. فريق حسن أكادير فريق المضيف في هذه المباراة، فريق عريق بأسماء كبيرة ووازنة، لعبت سنوات الاستعمار ثم جاء التأسيس الثاني للفريق بعد الاستقلال، وانتظر الفريق أكثر من نصف قرن ليتوج بلقبين للبطولة الوطنية. نتابع الزاوية لفريق الجيش الملكي، كرة عالية، تدخل الدفاع، جمال العبيدي يبعد الكرة، ما زالت الكرة لصالح الجيش الملكي. مراد فلاح، عبد الله الهوا، خطيرة صالح الجيش الملكي، البحث عن التسديد ربما، وضربة خطأ لصالح فريق حسنية أكادير. يشرف على تدريب فريق حسن أكادير المدرب الفرنسي إيبير فيلو، مدرب سبقا أشرف على تدريب المنتخب الطوغولي. فريق الحسنية يسعى إلى إعادة إنجاز موسمي 2001 2002 2002 و2003 حين توج بلقبين متتابعين. الآن كل الحظوظ متساوية في البطولة الاحترافية، كل الأندية استعدت، كل الأندية انتدبت، والآن أرضية الملعب هي التي ستعطي النادي المتفوق والأكثر استعداد والأكثر جاهزية. نتابع محاولة فريق الجيش الملكي في الجهة اليسرى، كرة تخرج للتماس، تماس ينفذ من طرف ياسين الكردي، تماس مرة أخرى، جمال العبيدي في مهمة الدفاع عن مرمى فريقه في الجهة اليمنى. على الشاشة نتابع اللاعب جمال العبيدي، كرة ما زالت لصالح فريق الجيش الملكي، وفي تمرير دائما ياسين الكردي، طويلة الكرة
نتابع تدخل الدفاع. ما زالت الكرة لصالح فريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى. ضربة خطأ لفريق الجيش الملكي بعد إسقاط عبد الله الهوى. عبد الله الهوى القادم من فريق الدفاع الجديد. قلت بأن فريق الجيش الملكي غير من ثوبه الكثير من اللاعبين، وبالتالي سرح بالمقابل مجموعة أخرى من اللاعبين والذين سبقوا وأن دفعوا عن قميص النادي وتوج الكثير منهم مع الفريق. ننتظر تنفيذ ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي، وننتظر هل تأتي بجديد على مرمى الحارس فهد الأحمدي. نعرف تسديدات القوية لبندريس، عمر بندريس مدافع الجيش الملكي، وأيضا هناك ياسين الكردي. بندريس يسدد أو يمرر، كرة خطيرة. محمد جواد، جواد بتركيز أكثر كاد أن يفتح التسجيل في هذه المباراة. أقل من نصف ساعة على انطلاقة الجولة الأولى، بتركيز كاد أن يسجل محمد جواد كما نتابع في المحاولة. كرة في وسط الميدان، عثمان صار، بندريس، وضربة خطأ لصالح يوسف شفيق لاعب الحسنية واللاعب السابق لفريق الفتح الرياضي. تمريرة طويلة لعثمان صار، خطيرة لصالح حسنية، وتدخل الدفاع والحكم يتدخل معلنا عن ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي، وينذر مهاجم حسنية أكادير جمال زاهري. جمال زاهري واحد من 3 لاعبين تعاقد معهم فريق حسنية أكادير، قدموا من بطولة الهواة الفرنسية، من بينهم الأخ أو ابن المهاجم السابق للمنتخب الوطني مصطفى حجي، سمير حجي ابن المهاجم السابق كما قلت لمصطفى حجي. كرة عميقة، تدخل الدفاع خطيرة جدا، ما زالت الكرة خطيرة على مرمى فريق الجيش الملكي. الصمد الشهيري، بندريس يشتت الكرة بعيدا، تحولت محاولة فريق الجيش الملكي، وكرة سهلة في يد الحارس فهد الأحمدي. قلت الأكيد أن اللاعبي أو لاعبو الفريقين تلقوا تعليمات بضرورة الحفاظ على الشباك واستغلال أقل فرصة ممكنة. 3 نقاط هامة جدا في مشوار الفريقين معا، لذلك نشاهد مباراة متحركة لكن بتركيز كبير من الفريقين. حملة مرتدة فريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى، خطأ لصالح فريق الجيش الملكي بعد إسقاط عزيز جنيد. إبراهيم النقاش في التمرير، أو عمر بندريس نظن، أو مراد فلاح. على أي نتابع المحاولة، محاولة أخرى لفريق الجيش الملكي، وفي التمرير ياسين الكردي أو إبراهيم النقاش. الكردي يمرر، خطيرة، تدخل
الدفاع. زاوية ثانية لصالح فريق الجيش الملكي. لحد الساعة مباراة متكافئة نوعا ما. تنفذ من عبد الله الهوا. تدخل الدفاع. عبد الله الهوا في الجهة اليمنى يراوغ، يحصل على ضربة خطأ. وأحد لاعبي فريق الجيش الملكي ساقط على الأرض، والحكم يطلب دخول طبيب الفريق. فريق حسنية أكادير بدوره تعاقد مع مجموعة من اللاعبين، لكن بدرجة أقل كما يعرف الجمهور الرياضي المتتبع، أقل من فريق الجيش الملكي وأقل من الوداد ومن الرجاء ومن أندية أخرى. قلت 3 لاعبين من البطولة الهاوية الفرنسية، 2 منهم يشاركون في المباراة. رقم 25 جمال زاهري والذي تلقى إنذار منذ دقائق، أيضا عبد المنعم الحجاوي، ثم فؤاد العطارية، وأيضا سمير حجي. أيضا تمكن من التعاقد مع محمد بركات من الوداد، زكريا الهلالي من الوداد، ويوسف شفيق من الفتح الرياضي. واللاعبون المذكورون يدخلون كلاعبين رسميين في هذه المباراة. نتابع ضربة خلف فريق الجيش الملكي خطيرة، تدخل الدفاع، حصة في التدخل، صمام أمان دفاع فريق حسنية أكادير، واللاعب المجرب في الفريق، وأيضا لاعب الدولي حمل قميص الفريق الوطني في أكثر من مناسبة. كرة لصالح فريق الجيش الملكي، ياسين الكردي في الجهة اليسرى يمرر، تخرج الكرة للتماس. ياسين الكردي يمرر، ورا ما زالت الجيش الملكي. ابراهيم النقاش تضيع منه الكرة، تحول لصالح فريق حسنية أكادير. ليك نانزي اللاعب افريقيا الوسطى، لاعب المنتخب افريقيا الوسطى، شارك مع منتخب بلاده في المباراة الأخيرة أمام الفريق الوطني المغربي. كرة تخرج للتماس لصالح حسنية أكادير مرة أخرى. حصة عميقة، الكرة في اتجاه عثمان صار، تدخل بن دريس ثم مراد فلاح، لا مجال للخطأ هنا. إبعاد الكرة يساوي الأمان والتثاقل، قد يعطي هدف للفريق الخصم. كرة جميلة في الجهة اليسرى لصالح حسنية أكادير، كرة خطيرة خطيرة، كرة وتدخل مراد فلاح، والكرة تخرج للتماس. نصف ساعة على انطلاقة الجولة الأولى، دائما التعادل السلبي 0 لمثله بين فريقي حسنية أكادير والجيش الملكي. كرة لصالح حسنية أكادير، صراع على الكرة، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي ولصالح عبد النبي الحراري اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي، والذي بالمناسبة حقق تأهلا مستحقا وتاريخيا إلى نصف نهائية كأس الاتحاد، كأس الكاف، كأس الاتحاد الأفريقي. كرة لصالح الجيش الملكي، خطيرة كرة، تدخل الدفاع، تحول مرة أخرى للجيش ثم للحسنية، مرة أخرى للجيش الملكي. قوة كبيرة في هذه المواجهة. أزالت الكرة لصالح مراد فلاح في الجهة اليمنى. ليك نانزي يأخذ الكرة من مراد فلاح، تعود لحسة، يبعد الكرة. مراد فلاح مرة أخرى في الجهة اليمنى. محمد جواد، محمد جواد ماذا سيفعل؟ يراوغ، يمرر في المعترك، وتدخل الدفاع مرة أخرى لصالح الجيش الملكي.
صراع كبير بين اللاعبين. مراد فلاح مرة أخرى في الجهة اليمنى يمرر. محمد جواد في الجهة اليمنى، والكرة فقط لمدافعي حسن أكادير. تتحول الكرة مرة أخرى في اتجاه شباك أيت بولمان حارس الجيش الملكي. صراع بين اللاعبين، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لصالح فريق حسنية أكادير. فريق الوداد البيضاوي تأهل بدوره ولو بدون إقناع ربما في آخر مباراة أمام مولودية الجزائر بعد انهزامه ب3 أهداف لهدف واحد. وفريق الرجاء ينهي مشواره في كأس الاتحاد. نتابع خطيرة لفريق الحسنية، تدخل الدفاع. قلت أي خطأ يعني الهدف. تركيز كبير واضح على الفريقين معا وعلى لاعبي الفريقين. الخطأ يعني الهدف، وإبعاد الكرة يعني أمان للفريق. قلت فريق الرجاء اكتفى بالتعادل أمام الهلال السوداني بدون أهداف، وبالتالي ينهي مشواره في عصبة الأبطال. نتابع هذه الكرة عميقة باتجاه محمد جواد، تدخل الدفاع. كرة لصالح حسن أكادير للاعب المتحرك جمال الزاهري وعبد المنعم الحجاوي، لاعبين بتقنيات فردية محترمة جدا. جمهور متحمس ينتظر الهدف من هذا الطرف او من ذاك. وحاول فريق الجيش الملكي يبدأها من وسط الميدان. عبد الصمد الشاهري لمحمد جواد في الجهة اليمنى. ماذا سيفعل محمد جواد؟ يحاول المراوغة. محمد جواد يمرر. ابراهيم نقاش، جميلة كرة تضيع. تدخل قوي للاعب وسط ميدان حسن أكادير ولاعب افريقيا الوسطى ليكنانزي رومريك او روميريك، لاعب قوي، قامة محترمة وبتقنيات محترمة ايضا. تدخل قوي. وضربة خطأ اخرى لصالح فريق الجيش الملكي. هل ستعطي الجديد؟ نتابع محاولة الجيش الملكي. ابراهيم النقاش، ياسين الكردي يمرر بالمعترك. تدخل حسة يبعد الكرة، وما زالت لصالح فريق الجيش الملكي. الكاس يمرر بدوره. خطيرة كرة، وتدخل الحارس فهد الأحمدي، حارس صاحب التجربة. يحصل على ضربة خطأ طويلة. الكرة في وسط الميدان. ابراهيم النقاش، ليكنانزي، زاهري يمرر لزميله بالفريق والمتحرك ايضا عبد المنعم الحجاوي. واضح التفاهم بين اللاعبين عبد المنعم الحجاوي وجمال زاهري، لاعبي مهاجمي فريق حسن أكادير واللذين استقدمهم الفريق من فرنسا. نتابع المحاولة خطيرة. تدخل الدفاع خطيرة لفريق حسن أكادير. خطيرة الكرة، ومباراة قوية جدا وحماس منقطع النظير هنا بمدرجات ملعب انبعاث بأكادير. نتابع المحاولة. إبعاد الكرة وتدخل الدفاع. عمر بن دريس من اللاعبين القلائل الذين حافظوا على مكانتهم ضمن مجموعة فريق الجيش الملكي. نتمنى انطلاقة موفقة لكل الأندية الوطنية. جماهير كما قلت ملأت الآن معظم جنبات ملعب انبعاث بأكادير.
تواصل المباراة بعد إسعاف عمر بن دريس مدافع الصلب لفريق الجيش الملكي. سبق للاعب من حمل قميص المنتخب الوطني في فئته الصغرى، شارك ضمن المنتخب الوطني المغربي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2005 بألميريا الإسبانية. محاولة وضربة خطأ لصالح مراد فلاح، وبالتالي لصالح فريق الجيش الملكي. قلت بأن اللاعب شارك رفقة المنتخب الوطني المتوسطي 2005 مع مجموعة من اللاعبين آنذاك كالقديوي اللاعب السابق للجيش والحالي للوداد، ومجموعة أخرى من أبرز اللاعبين الشباب آنذاك. تابع المحاولة فريق الجيش الملكي، خروج الحارس، كرة ما زالت خطيرة للكاس، أمين الكاس ياسين الكردي. ياسين الكردي مرة أخرى يعيد الكرة لعمر بن دريس، عميقة في اتجاه الدفاع، دفاع حسن أكادير. الكرة تعود لعبد المنعم، تقطع الكرة من مراد فلاح في الجهة اليمنى. محمد جواد، ماذا سيفعل محمد جواد؟ يمرر. سوء تفاهم بين مهاجمي الجيش الملكي وتضيع الكرة، تعود مرة أخرى عسكرية، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي. ضربات خطأ كثيرة أعلنت في هذه المباراة أو في الجولة الأولى من هذه المباراة، غالبيتها لصالح فريق الجيش الملكي. ربما يكون الجديد من خلال هذه المحاولة. عبد الله الهوا في التمرير، يمرر عميقة بمعترك، تدخل الدفاع. زالت الكرة خطيرة لصالح الجيش الملكي، وأخيرا في يد الحارس فهد الأحمدي. سدد، كرة لم تتجاوز وسط الميدان. أمين الكاس أو محمد جواد، محمد جواد لاعب السابق لفريق النادي المكنسي. أمين الكاس يبعد، يخرج الكرة لفتح المجال لإسعاف زميله محمد جواد اللاعب السابق للنادي المكنسي، استخدمه فريق الجيش الملكي الموسم الماضي، وبدأ الآن يأخذ رسميته بالفريق بعد موسم قضاه رفقة الفريق العسكري، فريق الجيش الملكي الذي أنهى الموسم الماضي في الرتبة السادسة. وللمفارقة فريق الجيش الملكي الموسم الماضي أنهى 30 جولة ب10 انتصارات ومثلها تعادلات ومثلها أيضا هزائم، وكأن الفريق قسم نتائجه حسب عدد المباريات، 10 انتصارات 10 تعادلات و10 هزائم، واستحق الرتبة السادسة. هي رتبة ربما يعتبرها الكثيرون أو الكثير من الأندية رتبة مريحة، لكن يطلب دائما من فريق الجيش الملكي الفريق الزعيم كما يلقبه أو كما تلقبه جماهير الفريق، تطالبه دائما بالنتائج والألقاب. محاولة خطيرة فريق الجيش الملكي، محمد جواد ماذا سيفعل؟ محاولة خطيرة لصالح فريق الجيش الملكي، وتضيع أبرز محاولة في المباراة، وكانت لصالح فريق الجيش الملكي محمد جواد أكثر من المراوغة. وضربة خطأ لصالح فريق حسنية أكادير بعد تدخل أمين الكاس. قلت سنتابع المحاولة التي أضاع من خلالها، أو نتابع قبل ذلك ضربة خطأ لصالح حسنية أكادير. محمد علوي إسماعيلي أصيب
في هذه المحاولة، لكن يتابع المباراة رفقة زملائه، ونتابع دائما الجولة الأولى. وضربة خطأ أخرى لصالح فريق الجيش الملكي. مفهوم جدا عدد الأخطاء في هذه المباراة، محاولات أيضا كثيرة، ضربات أخطاء كثيرة. قلت بأن المباراة هي مفتاح وهي انطلاقة أخرى للفريقين معا في البطولة الاحترافية. حسنت أكادير الفريق المضيف ب0 نقطة حتى الساعة، وفريق الجيش بنقطة وحيدة. فريق حسنت أكادير أنهى الموسم الماضي في الرتبة الثامنة ب36 نقطة، جمع من 8 انتصارات، 12 تعادل و10 هزائم. فاز على فريق الجيش الملكي في الدورة ال15 الموسم الماضي ب3 أهداف لهدفين. فريق الجيش أعاد الانتصار هذه المرة خارج ميدانه على الحسنية كما قلت في مباراة الإياب في الدورة 29. هل سيعيد الكرة في هذه المباراة؟ نتابع محاولة محمد جواد دخل الدفاع، عبد المنعم يعيد الكرة، يوسف شفيق مدافع الحسنية والمدافع السابق لاتحاد الفتح الرياضي. تماس لفريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى، مراد فلاح عميد الفريق يترك الكرة لعبد الصمد الشهري. كرة عميقة بكل تأكيد في اتجاه المعترك بالفعل، تدخل الدفاع عبد المنعم الحجاوي، والكرة تضيع لصالح الجيش مرة أخرى. مراد فلاح حاول فريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى، مراوغة والدفاع مرة أخرى، حسة يبعد الكرة، زلت الكرة لصالح فريق الجيش الملكي. عبد الصمد الشاعري، عمر بن دريس وللحارس عبد الحكيم أيت بولمان بجولة أولى في راحة ما عدا تسديدة حسة. ياسين الكردي يعيد الكرة لبن دريس، يبعد الكرة بالفعل اتجاه مدافعي الحسنية، تعود لبن دريس، ورا ما زالت لصالح فريق الملكي في وسط الميدان، تقطع جمال زاهري، عبد المنعم حجاوي في الجهة اليسرى، لاعب يجد صعوبة بوجود لاعب بخبرة مراد فلاح في الجهة اليمنى من دفاع الجيش الملكي، ورا في المعترك لصالح حسنية أكادير. علوي اسماعيلي يحصل على تماس، يترك الكرة لزميله بالفريق جمال العبيدي، يمرر عميقة في اتجاه مدافعي أو مهاجمي الحسنية، وتدخل الدفاع والحارس عبد الحكيم أيت بولمان حارس سابق للمغرب الفاسي. كرة لمراد فلاح، أيضا دافع عن ألوان فريق المغرب الفاسي. كرة في وسط الميدان، محمد جواد خطيرة الكرة لصالح فريق الجيش الملكي، دخول الدفاع مرة أخرى. الحل في الكرات العميقة أو بتسلل لاعبي الخطوط. تماس لصالح حسنية أكادير في الجهة اليسرى، شفيق
يمرر، تخرج الكرة مرة أخرى لصالح فريق حسنية أكادير. ثواني قليلة ويعلن الحكم حكم المباراة عن نهاية الجولة الأولى. نتابع المحاولة لصالح فريق حسنية أكادير. أوه! محاولة خطيرة، من أبرز المحاولات في الجولة الأولى، كادت أن تنهي حالة الترقب من الطرفين. عبد المنعم الحجاوي في الجهة اليسرى يمرر، لكن الكرة كانت عالية أو بعيدة عن محمد علوي إسماعيلي مهاجم الحسنية. هل تنتهي الجولة الأولى على إيقاع البياض 0 لمثله؟ كرة لصالح فريق الجيش الملكي، محاولة هنا ومحاولة هناك، نشاط كبير وحماس من مهاجمي الفريقين ومن لاعبي الفريقين ككل. أعطى مباراة أو جولة أولى متحركة بمحاولات هجومية خطيرة من الطرفين، وأيضا الجمهور الحاضر هنا بملعب البعات بأكادير حرك أيضا وحمس اللاعبين. ننتظر مجازاة الجمهور بهدف في هذه الجهة أو تلك. كرة في الشرط لصالح فريق حسنية أكادير، ويوسف شفيق يمرر، كرة عميقة في اتجاه عثمان صار اللاعب السنغالي مهاجم السنغالي في صفوف فريق خطيرة لولا إعلان الحكم عن ضربة خطأ لصالح عمر بن دريس. مراد فلاح بسرعة لمحمد جواد، تقطع الكرة للتماس. حكم في حديث مع مدرب فريق الجيش الملكي مصطفى مديح أو أحد إداري فريق حسنية أكادير. والحكم يعلن عن نهاية الجولة الأولى بالتعادل 0 لمثله بين فريقي حسنية أكادير والجيش الملكي. نلتقي عند بداية مجريات الجولة الثانية. إلى اللقاء.